بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ده فيديو مقدمة لسلسلة تعليم النحو من الصفر. أول حاجة كده، أنا شخصيا كان عندي عقدة من النحو، بس الحمد لله لما فهمته صح بطريقة بسيطة ومش معقدة ومن أساسياته مع شوية استمرارية واجتهاد، العقدة دي اتحلت. وعشان كده إن شاء الله في السلسلة دي هحاول أبسط لكم النحو على قد ما أقدر وأوصل المعلومة بشكل سهل وواضح، حتى الحفظ هسهله عليكم، لاني بجد حاسه بكل واحد عنده عقده من النحو او شايف انه ماده تقيله وصعبه. والسلسله دي مناسبه لجميع الاعمار، سواء المرحله الاعداديه او المرحله الثانويه او اي حد حابب يتعلم النحو من البدايه. ومن هنا نبدا مع بعض النحو من الصفر. بصوا، هناخد في البدايه كده مقدمه، يعني ايه نحو ويعني ايه صرف وايه الفرق بين النحو والصرف. اولا كده، يعني ايه نحو؟ النحو ده باختصار هو آخر الكلمة اتغيرت ليه. آخر كلمة اتغير ليه؟ زي مثلا مثال: جاءت الطالبة. جاءت الطالبة، هنا جاءت فعل والطالبة فعل، فالمفروض أقول جاءت الطالبة تو. هنا بقى النحو بيقول ليه اتقالت الطالبة عليها ضمة، بيسأل ايه اعرابها وليه. ليه اتعربت كده؟ علشان هي فاعل. وليه؟ علشان جاءت بعد فعل فهي فاعل، فهي هتتعرب كده. هي دي ثوابت نحوية، الفاعل مرفوع، دي ثوابت نحوية. ماشي. والصرف يعني ايه صرف؟ الصرف ده بيدرس شكل الكلمة قبل ما تتحط في الجملة. يعني النحو هنا الكلمة دي لوحدها بره ملهاش معنى، فلما تتحط في الجملة فبقت يعني تتحط قبلها كلمة وبتاع فعملوا جملة. الجملة هنا أعربت، خلت الكلمة دي تتعرب فعل. بس الصرف بيدرس الكلمة قبل ما تتحط جوه الجملة، قبل ما نحط الكلمة في جملة أصلا. بيدرس أصل الكلمة اللي هي جذور الكلمة، يدرس أصل الكلمة اللي هي جذرها. زي كلمة مثلا كتب، كتب، جذورها ايه حروفها الأصلية اللي اتعملت منها الكلمة. حروفها الأصلية هي الكاف والت والب وتصريف الفعل. بنحول الفعل اللي هي هنحول الكلمة لفعل، والفعل ليه أشكال مختلفة. زي كلمة كتاب، نخليها كتب. كتب هنعملها ايه؟ هنصرفها على الثلاث أفعال. الأفعال في اللغة العربية ماضي وفعل وأمر، ماضي ومضارع وأمر. وهنرجع لها تاني، يعني دي نقطة هنتكلم فيها. هنخليها في الفعل المضارع يكتب، في الفعل الماضي كتب، في الفعل الأمر اكتب. فهي اهو الكلمة اتغيرت، خدت أكتر من شكل.
وبيدرس الميزان الصرفي. الميزان الصرفي ده ازاي اوزن الكلمة هندرسه برضو مع بعض، بس بعدين. دلوقتي بناخد نبذة عن معنى النحو ومعنى الصرف. ازاي اوزن الكلمة؟ عندك كتبة، هناخد كتبة حبة حلوين الحصة دي. كتبة عايزين نوزنها، هنوزنها ازاي؟ اي وزن بيبقى على وزن فعلة. كتبة ف والعين واللام، فعالة. فالميزان الصرفي لكتبة هي فعلة، والميزان الصرفي مثلا لكاتب ده اسم فاعل، ده الشخص اللي بيعمل الحدث ده، الشخص اللي بيعمل الكتابة، برضه هنروح لها بعدين. كاتب على وزن فاعل، فاعل. ماشي. وبيدرس برضو الجمع والتثنية، الجمع والتثنية. زي رجل جمعها رجال، وكتاب جمعها أو تثنيتها كتابين. وبيدرس برضو الإعلام والإبداع. لما يحصل تغيير في حروف الكلمة، زي قال، عايزين نحولها لمضارع، هنحولها لمضارع هتبقى يقول. طب ليه هنا الألف ما سبتتش ألف زي ما هي هنا؟ هنا مثلا يعني عشان تسهل النطق، خليها دلوقتي كده وهنروح لها بعدين. باع عايزين نحطها في المضارع، يبيع. إذن الفرق بين النحو والصرف إن النحو بيدرس الكلمة في الجملة، وإيه اللي حصل لها عشان يتغير نطق آخر حرف فيها. إنما الصرف بيدرس الكلمة برا الجملة، أو الكلمة مش في الجملة، فبيدرس الكلمة بحيث بنيتها هي جمع ولا مثنى ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا فاعل، فبيدرس بنيتها. ماشي كده يكون خلص درس النهاردة. دي كانت المقدمة، واشوفكم في درس جديد.